المرشحين الرئاسيين احتجاجا على ما وصفته انتقاصا من صلاحياتها. وأعربت اللجنة عن استيائها من القانون الذي أقره مجلس الشعب خلال تعديله قانون انتخابات الرئاسة والقاضي بمنع أعضائها من تقلد المناصب السياسية أو البرلمانية. وطالبت اللجنة المجلس العسكري بممارسة سلطاته الدستورية لتمكينها من أداء عملها على الوجه المطلوب. يظل 23 من أيار مايو الجاري بعيدا جدا عن عين الواقع رغم قربه زمنيا، والأبعد منه حلول غيبها الانكماش الحاصل تجاه التركيبة السياسية الجديدة على مصر. فبعد اجتماع البرلمان الأخير أظهرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استياءها من نتائج الاجتماع الذي أقر عدم أحقية رئيس اللجنة أو أمينها العام أو أحد أعضائها تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد الانتخابات، وما اعتبرته اللجنة مساسا بشخصها وانتقاصا من صلاحياتها الممنوحة لها دستوريا، ووصفته بأنه إظهار لعدم الثقة فيها دفعها إلى تعليق عملها، الأمر الذي حصل تلقائيا إرجاء الاجتماع المقرر عقده مع المرشحين الرئاسيين. ففيه ما قالت إنه تقويض لعملها ومحاولة لإشعال المزيد من الفتن، وهو ما دعاها إلى تحكيم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف الفصل بين السلطات، وباعتباره واضع الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراتها من الطعن فيها، مع أنه إعلان كان له نصيبه من الاحتجاجات والرفض، رابطة كل ذلك بإتمام العملية الانتخابية في وقتها المحدد. لكن إذا كانت جهة مصرية عدة ترمي هذه الأيام بالدرجة الأولى إلى حل الخلاف الممسك بجذور العملية السياسية وتخطي عقبة الانتخابات في موعدها بلا كيف، فإن البرلمان لم يواري موقفه من اللجنة خصوصا في وقت كثيرون لم يغضوا أبصارهم عمن اعتبروه مثقلا بعبء مبارك السابق ويلمزون إلى كونه شريكا أو على الأقل ساكتا عن تزوير الماضي. أقر البرلمان القانون مضمنا إياه ما يحقق نزاهة الانتخابات كما قال، من خلال تسليم كل مرشح بيانا بالأصوات الحائز عليها، وإذا كان الانتقال إلى حكم مدني خيار لا خلاف عليه أو بمعنى آخر أمر حتمي كما يؤكد المصريون، فإن مجلس الشعب يعتبر أن غلق الدفاتر مبدئيا قد يضر بصحة العملية السياسية في المستقبل. ومن هذا الباب ما زال الحديث عن إقالة حكومة كمال الجنزوري متصدرا مطالبه كجهة تشريعية وضعتها سلطة الشعب قبل أي سلطة أخرى. أرجأت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر اجتماعا لمرشحي الرئاسة كان مقررا مساء اليوم، وقال الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار حاتم مجاتو إن الاجتماع الذي كان من المقرر إطلاع المرشحين فيه على الاستعدادات للسير بالعملية الانتخابية تأجل بعد موافقة مجلس الشعب على اقتراح تعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية، واعتبرته اللجنة انتقاصا من صلاحيات مقررة لها في إعلان دستوري. نفى حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المستبعد من السباق الرئاسي في مصر أي علاقة له بأحداث العباسية. وحول المرشح الذي سينتخبه للرئاسة قال أبو اسماعيل إنه سيحشد الناس للتصويت لمحمد مرسي أو عبد المنعم أبو الفتوح، وأضاف أن انتخاب أحدهما فيه ضرر لكنه أفضل من انتخاب أحد من فلول النظام.